طال الرجاء بك، لين انقطع بالياس كل الرجاء فيك يلي يحبك. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وضيفتنا الآن الأستاذة نسيمة السادة، تدرس الآن ماجستير إدارة أعمال، إضافة إلى أنها عضو مؤسس في لجنة التواصل الوطني. فأهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا، حياك الله. أستاذة نسيمة، يمكن أنا من الأشخاص الذين لا أعلم ما هو دور ونشاط لجنة التواصل الوطني. ما شاء الله نشاطكم في كل مكان، ولكن ما هو الدور لا أعلم. فعارفيني أنا والمشاهدين بما هي ماهية لجنة التواصل الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء اسمحي لي أني أشكر التلفزيون السعودي وأشكركم على استضافتي وإتاحة هذه الفرصة لي للتعريف بلجنة التواصل الوطني. ببساطة شديدة، لجنة التواصل الوطني هي لجنة أهلية قامت على مبادرة أهلية من مثقفين من المنطقة، لمهمتها أو هدفها أساساً تجسير العلاقة وبين أطياف المجتمع السعودي ومختلف شرائح والفئات المجتمع السعودي، وإيجاد حالة من التواصل، لذلك مسماها التواصل الوطني، التواصل بين أطياف المجتمع السعودي. نعم، أنا ما علمته أنكم انبثقتم من الحوار الوطني. نعم، هي فكرة المشروع هي امتداد تطبيقي نعم لمركز الحوار الوطني. العلاقة والتواصل اللي نقوم فيه احنا خارج القاعات وخارج عملي وتطبيقي. نعم، تطبيق عملي وعلى الساحة وبين فئات المجتمع ككل. كيف يكون التطبيق العملي؟ التطبيق العملي بحيث أن التواصل هذا يتم عن طريق زيارات ميدانية، تواصل مباشر بين أفراد المجتمع السعودي، واحتكاك بين المثقفين بشكل مباشر عن طريق زيارات ميدانية، زيارات في مجالس، ندوات ومحاضرات أيضا. لا يعتمد بشكل الندوات والمحاضرات بكثر ما هو يعتمد الطريقة الطبيعية. نعم، يعني مثل ما كان يتواصل أجدادنا. نعم، التواصل الطبيعي بين أفراد المجتمع السعودي. إذا أنتم تواصلتم مع الآخر بجميع أطيافه وجميع توجهاته، فمن هم أبرز من تواصلتم معهم؟ في الحقيقة لجنة التواصل الوطني استضافت ما يقارب أكثر من 12 زيارة، أكثر من 70 شخصية من بين كتاب وإعلاميين وإعلاميات ومثقفين ومثقفات من كل الجنسين طبعا. لربما هو يعني ابرز ما تم استضافته هو سمو الاميره عادله في الاسبوع اللي فات. نعم، يوم الاربعاء والخميس الماضي كانت صاحبه السمو الملكي الاميره عادله بنت عبد الله بن عبد العزيز ال سعود في زياره للمنطقه. وقامت لجنه التواصل الوطني باخذها بجوله في داخل المنطقه الشرقيه ومحافظه القطيف تحديدا. لو تحكي لنا عن جدول هذه الزياره. في الحقيقة في البدء أبغى أنوه أن موضوع زيارة سمو الأميرة عادلة كانت تتويج أو نتيجة لنشاط مشترك قامت فيه لجنة التواصل الوطني مع جمعية عطاء النسائية. نعم. نعم، ومركز الأمان الأسري. اهتم لجنة التواصل بزيارة سمو الأميرة إلى المنطقة. في البداية كانت زيارة إلى ساحة أو ميدان قلعة القطيف، طبعا برفقة مرشد سياحي وهو الأستاذ عبد الرسول الغريافي. ثم واستمعت هناك إلى كان هناك برنامج ترحيبي بسمو الأميرة، واستمعت هناك إلى أيضا تعريف تاريخي للمنطقة. ثم بعد ذلك ذهبنا معها إلى مهرجان الدوخلة، حيث شاهدت العديد من الفعاليات الموجودة في مهرجان الدوخلة، وبعد ذلك إلى قلعة تاروت التاريخية. ثم بعد ذلك قمنا بترتيب إلى غداء اجتماعي مع سمو الأميرة مع العدد لا بأس به من ناشطات المنطقة ومثقفاتها.
ومثقفينها أيضا. نعم، مجموع هذا التواصل سواء مع صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة أو الضيوف الآخرين الذين تم التواصل معهم، ما هو الهدف من هذا التواصل؟ ليس فقط التعريف بالآخر، يعني أنتم تعلمون من هو الآخر. نعم. فكيف يتم التواصل معه؟ في الحقيقة أنا ما أحب أستخدم أسلوب أو كلمة الآخر، لأن يعني جميع فئات المجتمع نعم. السعودي نحن أبناء بلد واحد، ونحن نعم. تحت مظلة واحدة وفي سفينة صحيح. واحدة، ولكن حالة الانقطاع بالذات بعد يعني تعرفي أن المملكة العربية السعودية واسعة الأطياف وفئات اجتماعية مختلفة وثقافات مختلفة. نعم. تعريف من أبرز أهداف لجنة التواصل هو التعريف بالتعريف فئات المجتمع السعودي تاريخيا وثقافيا واجتماعيا، تحت الفرصة أيضا للآخر بأنه يتعرف لنا ونحن أيضا نتعرف عليه، إيجاد حالة من التواصل الاجتماعي بين الناشطين. نعم، الحراك الاجتماعي، التواصل بين أطياف المجتمع السعودي بشكل تعاون وأطر منظمة. نعم. ومأسسة لهذا التعاون، أيضا تغيير أو تصحيح الصورة النمطية التي قد تكون في ذهن الآخر بسبب أو نعم تراكمات معينة. نعم. 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 أستاذة نسيمة، هل يكون التواصل فقط عن طريق دعوة الآخر للحضور إلى المنطقة، أم أيضا يكون لكم حضور في المناطق الأخرى في المملكة؟ بالفعل هو كان في البداية بمبادرة منا استضافة شخصيات من خارج المنطقة الشرقية، لكن وجدنا كثير من التفاعل وكثير من الرضا من الأطياف الثانية في المناطق الثانية من المثقفين، وأيضا قاموا أيضا بزيارات راجعة، يعني صارت في زيارات إلى مدينة جدة بتنظيم من الدكتورة خديجة صبان، وهي كانت ضيفتنا في إحدى الاستضافات، أيضا إلى الرياض وإلى منطقة جازان بدعوة من مبادرة الإعلامية اسماعيل محمد لزيارة اللاجئين هناك في أحد المسارحة. هذا الحراك وهذه الحركة تقوي من روح الانتماء الوطني. صحيح. ردود الفعل لدى الجميع سواء أنتم من أصحاب المبادرة أو الضيوف كيف؟ في الحقيقة كانت الردود جدا رائعة وجدا إيجابية، والدليل على ذلك أن الكثير من جاءوا ضيوف حلوا ضيوفا علينا كتبوا في الإعلام عن انطباعاتهم الشخصية، وأيضا حثوا غيرهم للمشاركة في هذا البرنامج التواصل، وردود إيجابية أيضا على المجتمع نفسه. المجتمع نفسه أصبح أكثر انفتاح وأصبح يتقبل بشكل أكبر. نعم. وأكثر حماس. نعم، لاستقبال أنا أيضا متحمسة جدا لكل نشاط نسائي. نعم. وأنت مؤسسة لمنتدى النور الثقافي، وهو الأول على مستوى المنطقة الذي يهتم بالنشاط النسائي بالذات. ما هو هدفك من إنشاء هذا المركز أو هذا المنتدى؟ في الحقيقة المنتدى من أوائل المنتديات في المنطقة الشرقية، هو منتدى ثقافي نسائي، وأيضا يسعى ويهدف إلى تقريبا نفس الأهداف، من حيث أنه يشجع على الحوار جيد. والنقاش، بدل أن تكون العملية من طرف واحد، من طرف إلقاء واستماع، أصبح بطريقة تفاعلية. نعم. ننقل المرأة من حالة الاستماع فقط إلى حالة المشاركة. ممتاز. والمشاركة في الحديث والمشاركة في كيف يكون ذلك؟ الملتقيات التي نعدها ملتقيات شهرية. هو ملتقى شهري. نعم. نطرح فيه أفكار المواضيع الساخنة في الساحة بمختلف تنوعها، إن كانت صحية، إن كانت أدبية، ثقافية. بالتالي المرأة لها دور بأنها لا تستمع فقط، ولكن تشارك برأيها، استضافة شخصيات رجالية أو نسائية متخصصين أو متخصصات في هذا الموضوع لتبادل الأفكار والرؤى.
هنا تركت مساحة للمرأة لتعبر عن رأيها وتطرحه بكل حرية وبدون حواجز. طبعا وأيضا ورش حوار أو ورش عمل نوعا ما. لا مو بالضرورة بشكل ورش عمل، ولكن بشكل حواري بسيط. نعم. يعني يشجع هذا الأمر المرأة على أن تبوح بما لديها من أفكار، تؤطرها بإطر منطقية، أنها تتعود على مشاركة الأخريات وإن اختلفت معهم في الرأي. نعم. فهذا شيء. أستاذة نسيمة، أنت أيضا ما شاء الله السي في تبعك يعني مبهر. أنت أيضا عضوة في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، والآن نحن نشاهد لقطات للحوار الوطني الذي أقيم هنا في المنطقة الشرقية. فأنت كعضوة في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ماذا تقدمون؟ ماذا تعرضون؟ في الحقيقة هذا الفريق هو نتاج تعاون بين أيضا مهتمين بهذا الموضوع من الوطن العربي. نعم. وشاركت معهم في ورشة عمل هو بالحقيقة يؤكد على موضوع دور المرأة في الحوار الإسلامي المسيحي. نعم. وبشكل ورش عمل تقبل المعلومات أو نشارك فيها ونتفاعل معها في كيفية تقبل الآخر والتعاون مع الآخر بغض النظر عن مستوى الاختلاف أو التوافق بين الشخصين. نعم. على مستوى الوطن العربي. نعم. هو خلينا نقول نوعا من تأييد أو دعم لفكرة خدم الحرمين الشريفين في الحوار مع الحضارات الأخرى. نعم، ومع الأديان الأخرى. نعم. نعم. هل حضرتم محاضرات أو ندوات أو التقيتم مع الأخوة المسيحيين في منتديات أخرى تطبيقا لهذا الفريق؟ نعم، هو هذا الفريق متكون من مسلمين ومسيحيين. نعم. بشتى المذاهب والأطياف، المذاهب المسيحية والمذاهب الإسلامية. جدا رائع. على طاولة واحدة ونقاش صريح وواضح بين الجميع، والحقيقة وجدنا نقاط التشابه أكثر منها على من نقاط الاختلاف، خصوصا بعد ما نعيش معهم حياة طبيعية وحياة أخوية إنسانية، يعني نعم. ترقى إلى مفهوم الإنسانية. نعم. فكانت في الحقيقة هي تطبيق أكثر ما هي تلقي للمادة الحوارية والمادة الثقافية عن الحوار وأهدافه وكذا. فهو تطبيق حواري جميل وتجسير علاقات أيضا بيننا وبينهم. هو تطبيق لما يقال أما أخ لك في الدين أو شبيه لك بالخلق. أستاذة نسيمة، أنت كامرأة ولك كل هذه النشاطات وكل هذه المبادرات، فكيف ترين وضع المرأة في المجتمع حاليا؟ وأنت ناشطة حقوقية واجتماعية وما شاء الله عليك، يعني في الحوار الوطني، في لجنة التواصل، في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي. في الحقيقة أنا أرى أن المرأة بالذات في منطقتنا تمتلك العديد من المواهب. نعم. وتمتلك العديد من الطاقة قد لا تكون واضحة لنا ونحن في داخل المجتمع، ولكن عند المشاركة مثلا وعند خروجي إلى خارج منطقة خارج المملكة في الحقيقة أشعر بالاعتزاز. تتفجر الطاقة. لا، بالاعتزاز بوضع المرأة، لأني نعم. أشاهد غيري من النساء من المناطق الثانية، وإن اختلفت الأطر والمسميات التي نعم. تسمى بها المرأة في الخارج، ولكن مستوى الوعي والثقافة في المنطقة لا يستهان. نعم. نعم. نعم، وإن كان لم يظهر على الإعلام وعلى. نحن دائما نظلم المرأة هنا على المستوى الوطني العربي عموما، ويمكن في المملكة نظلم المرأة فنقول أنها تمتلك القليل من المقومات، يجب أن يتم تدريبها، يجب أن يتم تأهيلها، بينما هي تمتلك المؤهلات نعم. فعلا، ولكن تحتاج من يظهرها نعم. ويبرزها ويصقلها نعم. أنت من خلال نشاطك كحقوقية وناشطة كيف ترين أنه يجب أن يتعامل مع المرأة؟ في الحقيقة هنالك العديد من الأمور، من أولها هي المرأة نفسها نعم. في ذاتها. المرأة إذا أصرت وإذا بادرت ستحصل على حقها نعم. ولا تنتظر بأن يجلب الآخرين لها حقها. صحيح، أكيد. حق يطلب ولا يعطى.
الأستاذة نسيمة السادة، ماجستير إدارة أعمال وعضو مؤسس للجنة التواصل الوطني، ولك عدد كبير من المشاركات والعضويات. شكرا لك، وأسعدنا جدا الحوار معك اليوم. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. شكرا لك. أعزائي، نستكمل فقرات صباح الثقافية ولكن بعد هذا الفاصل.